السلام عليكم، عاملين إيه؟ يا رب دايمًا تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل عصير البرتقال المُركّز لرمضان، سهل جدًا ولذيذ وأنضف كتير من الجاهز، كمان هيوفّر عليكِ وقت ومجهود كبير جدًا في رمضان. قبل ما نبدأ بقى دوسوا لايك وما تنسوش تشتركوا في القناة وصفحة الفيسبوك، ويالّا بينا نبدأ ونشوف هنعمله إزاي. أول حاجة عندي كيلو من الجزر مغسول كويس جدًا، وشايلة الزيادات اللي بتبقى فيه، وبعد كده قشّرته بمقشرة البطاطس، أكنِّك بتقشّري بطاطس عادي، بتشيلي القشرة من برّه، وبعد كده هاقطّعه شرايح رفيّعة بالشكل ده. بعد ما خلّصت الكمية كلّها، هاجيب حلة وهانزل فيها بالجزر، وبعد كده هانزل ب5 كوبايات من السكر، أنا هاستخدم 4 كيلو برتقال زائد كيلو من الجزر، فكل كيلو هياخد كوباية من السكر. بعد كده بقى هانزل بالمَيّة، زوّدي مَيّة كتير لإني المَيّة هنحتاجها بعد كده، وهاقلِّب بقى تقليبتين كده الجزر مع السكر مع المَيّة، وبعد كده بقى هاغطّي عليه وآخده على نار متوسطة لحد ما يستوي، وبعد كده هاطفي النار واسيبه يبرد، وبعد كده استخدمه. بعد كده عندي 4 كيلو من البرتقال مغسول كويس جدًا، تقدري تستخدمي أي نوع مش نوع محدد، أنا بصراحة استخدمت mix بين ال3 أنواع البلدي والسكري وأبو سُر، ولو حابة كمان تضيفي مندرين أو يوستفندي يعني بصراحة بيدّي طعم جميل جدًا. هنقشّر بقى البرتقال بأي شكل أو بأي طريقة أنتِ تحبيها، أهم حاجة تخلّصي من الطبقة البيضا، وكمان لو البرتقال فيه بذر لازمًا يتشال لإنه بيمرّر العصير. بعد ما هنقشّر البرتقال كده، هنقطّعه شرايح، وهاخلّص أنا بقى باقي الكمية بنفس الطريقة. بعد ما خلّصت بقى تقطيع البرتقال بالشكل ده، هاجيب شفشق الخلاط كده وهانزل فيه بكمية من البرتقال، وكمية بقى من الجزر ومعاه المَيّة بتاعته اللي هو استوى فيها. طبعًا أنا هازوّد مَيّة كمان لإن الطبق ما كانش واخد مَيّة كمان، بس أنا كنت محتاجة مَيّة، بعد كده هاخد الجزر مع البرتقال وهاضربهم في الخلاط كويس جدًا. البرتقال بعد ما عصرناه في الخلاط ما شاء الله شايفين القوام بتاعه باين عليه تقيل، هاجيب بقى بولة وبمصفى هابدأ أصفّي العصير بالشكل ده عشان لو في أي تِفل أو أي ألياف نتخلّص منه، وأخلّص باقي الكمية، ودي كمية العصير اللي أنا عملتها. هنفضّي بعد كده بقى العصير في أكياس، وهنعينه في الفريزر لحين الاستخدام إن شاء الله في شهر رمضان. لمّا نحب بقى نخفِّف العصير هنملى ربع الكوباية من العصير، وبعد كده هنكمّلها بالمَيّة ونقلِّب، وألف هنا. أتمنى إن شاء الله تعجبكم الطريقة النهارده. أنا سوزان محمد، ما تنسوش بقى تشتركوا في قناتي على اليوتيوب وتفعّلوا زر الجرس عشان كل ما نعمل وصفة جديدة إن شاء الله توصل لكم، وكمان صفحة الفيسبوك بنفس الاسم، ولايك وشير، والسلام عليكم.